مخبوزات فريسكو، مكان جديد عامل ضجة، هنشوف هل يستاهل الضجة دي ولا لا. رحت له الصبح الساعة 8:30 تقريبا، كانوا عاملين باتيه وكرواسون فريش. الباتيه الشوكولاتة اللي الناس بتتكلم عنه عن كمية الحشو، في منه هناك نوعين. في باتيه بالشوكولاتة العادي خالص، ده هتلاقيه جاهز على الصواني مخبوز ومحشي جاهز، ده 28 جنيه. وفي الباتيه التاني اللي هو بيعمل لك الحشو من المكنة دي، وده 35 جنيه. فخلينا نبدأ بيه. الشوكولاتة وقع جزء منها في الكيس، واضح ان هي سايلة وخفيفة، وده مؤشر مش حلو. كمية الحشو كويسة، مش كتيرة قوي ومش قليلة قوي، ولكن مش عارف اذا كانت دي نفس الكمية اللي بيعلنوا عنها ولا لا، فقولوا لنا انتوا في التعليقات. ولو اشتريت وجالك كمية حشو اقل يعني او مش كتيرة قوي، فمش فارقة كتير لان طعم الشوكولاتة متواضع شوية، بس بالنسبة للرينج السعر ده تعتبر شغالة. تاني واحد باتيه بسطرمه، ده كميه الحشو كانت كويسه، في جبنه كمان، ولو كنت اعرف ان هو كمان في جبنه ما كنتش طلبت الباتيه اللي بالجبنه الرومي. باتيه البسطرمه ده كان طعمه حلو، اكتر واحد عجبني فيهم. بعد كده باتيه حشو رومي، ده الجبنه قليله جدا وملهاش طعم خالص، وهنا بقى بان طعم الباتيه نفسه، الماده الدهنيه مش افضل حاجه، وطعم انا اسف في اللفظ مايع خالص كده، يعني ما بتبقاش عايز تكمل اكل. وده رأيي انا، ممكن انت تجرب وتحكم بنفسك. اخر باتيه جبنه بيضه، نفس حكايه الجبنه الرومي، مش باينه قوي بس يمكن اهون شويه من الرومي. فمن الاخر كده الباتيهات كويسه مش وحشه، بس بتهيألي زي المنافسين يعني. اشتريت كمان باتون ساليه بالكمون، كان حلو، وبسكوت رول برضو كان كويس. الحاجه دي دفعت فيها 270 جنيه كلهم. البسكوت والباتون ساليه عاملين 157، والباتيه الشوكولاته دي ب 35، فالباقي تقريبا 78 جنيه. دول بتوع الباقي الباتيهات، فمش عارف كل واحده كام. ممكن تكون البسطرمه مثلا ب 30 والباقي ب 25 او حاجه زي كده يعني. بس دي تجربة فريسكو. سلام.